مساء الفل. احمد عفيفي وكابتن سيد عبد الحفيظ. اللقاء حلو وممتع جدا، غير الهرتله اللي كانت موجوده مع ميدو وعادل القيعي، ان هم اتنين اصحاب وبتاع. فالموضوع ما كانش مقنع بالنسبه لي، يعني ميدو بيهس عليهم، انا مش مقتنع بيها ان هو صاحب الخطيب وحسن حمدي والناس دي كلها. فلما تيجي تتكلم لازم يكون في مصداقيه في الكلام اللي انت بتقوله. فاللقاء بتاعهم ده بالنسبه لي كان تمثيليه كده، او نمره كانت معموله يعني. لكن عفيفي واستاذ عبد الحفيظ او كابتن سيد عبد الحفيظ، الموضوع كان حلو، الموضوع كان ممتع. كابتن سيد عبد الحفيظ حافظ تواريخ بالارقام، بالساعه، بالنتيجه، بالدقيقه، بكل حاجه. كان مبهر يعني بصراحه. انا يعني بسم الله ما شاء الله عليه، انا كنت مبهور بالارقام اللي بيقولها والحاجات اللي حافظها. بس في كام نقطه كده لما احمد عفيفي اتكلم فيهم كابتن سيد ما عرفش يرد. لما قال له ان السبعه تسعه اكتر من السبعه، وسبعه اكتر من التسعه، اكبر من التسعه، والكلام دوت، قال له طب رسله تاريخ الكسبان في البطوله كلها، وقال له طب